عقب إطلاق القمر الصناعي لشرح كل التفاصيل الخاصة بإطلاق القمر الصناعي حورس 2، واللي أكد أن القمر الجديد بيلبي كل متطلبات الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية 2030 اللي يعني ده كمان بالإضافة إلى تحقيق كل متطلبات التنمية المستدامة. تعالوا نتابع جزء من هذه المكالمة. الخبر جميل لإطلاق القمر الصناعي حورس 2. القمر حورس 2 ده جزء من كوكبة أقمار صناعية حورس. لو حضراتكم تتذكروا احنا يوم 24 فبراير أعلنت وكالة الفضاء المصرية عن إطلاق القمر الصناعي حورس 1. والحقيقة كوكبة الأقمار الصناعية حورس دي بتقع في إطار التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وكالة الفضاء المصرية وجمهورية الصين الشعبية. والتطوير الأقمار دي من حيث التصميم والتصنيع والتجميع والاختبار تم الحقيقة بمشاركة كاملة ما بين مجموعة من المهندسين المصريين ومشاركة من الجانب الصيني، بحيث ان احنا بنحقق احد الاهداف الرئيسية لمصر في توطين صناعة وتكنولوجيا الأقمار الصناعية. فده هدف رئيسي لبرنامج الفضاء الوطني، وتم تحقيقه جزئيا من خلال هذا التعاون مع الصين. المجموعه كوكبه الاقمار الصناعيه حورس اللي هي حورس 1 وحورس 2 دي مجموعه اقمار استشاره عن بعد، وهي حورس 2 الخصائص بتاعته مماثله جدا لحورس 1، فكلاهما يوجد على متنيهما كاميرا تصوير متعدده الاطياف عاليه الدقه. طيب دي هدفها ايه؟ هدفها طبعا ان احنا بنقدر نلتقط صور عاليه الدقه نفهم من خلالها البيئة اللي احنا عايشين فيها، ونقدر ازاي نعظم من استخدام الموارد الطبيعية والموارد المادية الموجودة عندنا، وبالتالي نقدر نحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030. يعني على سبيل المثال مثلا نقدر من خلال التصوير على الدقة ده نعرف الثروات المعدنية الموجودة عندنا وازاي نعظم الاستفاده منها، نقدر ندرس الاجواء المناخيه المختلفه في جميع انحاء القطر المصري، وبالتالي نقدر نحدد افضل المحاصيل اللي تزرع في انهي قطاع من القطر المصري، وبالتالي نعظم انتاجيه الارض الزراعيه ونحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بل بالعكس نقدر كمان ان احنا نصدر، وبالتالي ده ليه مردود اقتصادي وتوفير للعمله الصعبه. احنا عندنا طبعا مشروعات قوميه كبيره جدا موجوده قائمه في مصر، بنقدر من خلال التصوير على الدقه ان احنا نتابع المشاريع ديت ونشوف كم مدى كفاءتها ونرفع ادائها ازاي ونرفع الاستفاده منها ازاي. عندنا طبعا موضوع مهم جدا هو المياه، ازاي نقدر نكشف عن مصادر المياه المختلفه، عن مسارات المياه في الانهار والبحار وخلافه. في عندنا طبعا تحديات كثيره جدا من المخاطر الطبيعيه زي التصحر والسيول وحركه الكثبان الرمليه وتاكل الشواطئ، برضه ده من خلال التصوير على الدقه بنقدر ان احنا نحدد الامور ديت ونفهمها، ونقدر ازاي نتعامل معاها بصوره مبكره قبل ما تحصل منها اي مشاكل. يعني برضه استيلاء على الاراضي المملوكه للدوله المصريه، وازاي ان احنا نقدر نحدد لو في اي تخطي او تعدي عليها. الحقيقه لازم برضه نبص على الصوره الكبيره ونشوف ايه هو دور الاقمار الصناعيه، وخاصه الكوكبه الاقمار الصناعيه حورس اللي هي حورس 1 وحورس 2، انها بتمكن مصر ان يكون لها دور ريادي، لان هي فائدتها مش هتعود فقط على مصر، ده بالعكس ده هتمتد لافريقيا وتمتد للدول العربيه الاخرى، ان احنا نقدر نمدهم بالصور عاليه الدقه دي، ان هي تساعدهم في برضه فهم البيئه الموجوده عندهم، وازاي ان احنا نقدر نعظم الاستفاده منها ويحصل تكامل. والحقيقه يمكن يعني اذكر في النقطه دي ان احنا في مصر بنستضيف مقر وكاله الفضاء الافريقيه في المدينه الفضائيه، وده طبعا ده بيعتبر هو البوابه اللي هتفتح علينا على افريقيا، فبالتالي وجود امتلاك مصر لهذه التكنولوجيا، وجود كوكبه الاقمار الصناعيه حورس والاقمار اللي هي بيتم تطويرها كمان وهنعلن عنها قريبا ان شاء الله، ده بيخلي مصر ليها دور ريادي قوي جدا، بحيث ان احنا برضه بندعم الاقتصاد، لان النهارده صناعه الفضاء اصبحت صناعه مهمه جدا وبتدعم الاقتصاد بشكل كبير جدا. يعني طبعا دي العوائد منها على المستوى العالمي بتقدر بمليارات الدولارات، فبالتالي احنا دخول مصر هذا المجال في هذا التوقيت بيدعم كثيرا جدا في التنميه الاقتصاديه وبيدعم في دور مصر. فان شاء الله باذن الله يعني هنوليكم بالنتائج وبالانجازات اللي هتتم من خلال كوكبه الاقمار الصناعيه حورس وما سوف ينضم اليها ان شاء الله في القريب القادم ان شاء الله. ان شاء الله. يعني زي ما سمعنا كده نجحت مصر في إطلاق القمر الصناعي حورس 2، القمر اللي هيكون ليه دور كبير جدا في استكمال مصر لمسيرة التنمية تحديدا وتحقيق المستهدفات من استراتيجية مصر 20